بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اليوم أحبابي في الله رؤيا عن المهدي عليه السلام بعنوان رؤيا مهمة للاعتبار عن المهدي عليه السلام. نبدأ على بركة الله. يقول الرائي: السلام عليكم، رأيت كأن طائرا جميلا ذا زينة مختلفة يغلبها الأزرق يقودني إلى مكان جبلي، إلى أن وصلنا إلى الجبل تحته باب للكهف أو غرفة تحت الجبل به باب حديدي مغلق. رأيت طائر كان يشير للباب، لا أدري كيف فتح. عندما فتح الباب ورأيت رجلا يجلس هناك، سمعت صوت يقول: لا تخافي، ادخلي، لأني خفت من الدخول. عند دخولي وجدت بجانبي رجلا ورجل آخر يلبس الأبيض، ثم سمعت هاتفا يقول: من يلبس الأبيض هو مخترق الأزمان ومر بكل الأديان. وكانت السيدة وسط القرآن. أما الثاني فأنه سكت، ثم سمعت رجل يقول: يقولون عني المهدي وإنني أهدي، لكنهم لا يعلمون أن الله هو الهادي وهو المعطي. استغربت في داخلي فتبسم الرجل وقال: فيك شرارة وعلم وأصالة. قلت: أنا هذا أنت، لأن المهدي يعلم السر والسريرة. وانتهت الرؤيا. أما تأويلها أن صدقت، فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رؤيا جميلة وتصف أحوال المهدي، والله تعالى أعلم أن المهدي معه ملك مكلف بحراسته وحمايته، ولا يفارق المهدي، والمهدي موجود بيننا ويرى كل شيء. ولكن في صفات، هناك من يشك في أمر الشخص إنه هو، ولكن الشخص يقول: لست أنا، غير المدعي. وهذا هو إثبات واضح بأن المهدي مازال يعيش في معانيه وابتلاءاته، ولكن الله يقف معه ويخلصه شيئا فشيئا. وصاحب الرؤيا إن شاء الله من الذين سوف يكونون خلف المهدي في مهمته بحول الله تعالى. هذا أحبابي في الله مجمل ما جاء فيها، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.